اسمها ريم، طالبة جامعة بتحب القصص الغريبة والرعب، وكانت بتدور دايماً على الفيديوهات الممنوعة اللي محدش يقدر يشوفها للآخر. في يوم وهي بتتفرج على الجروب اللي فيه قصص غامضة، واحد من الأعضاء نزل لينك اسمه Mirror File MP4 وكتب تحته: لو عندك شجاعة شغله بعد نص الليل. ريم ضحكت وقالت لنفسها: مجرد تحدي تافه زي كل مرة. بس الساعة كانت 12 لما ضغطت التشغيل. الفيديو بدأ بصورة مهزوزة ووش بنت شعرها مبلول بتبص ناحية الكاميرا، ووراها مراية بتعكس نفس المشهد لكن بتأخير بسيط، وكأن اللي في المراية بيتأخر في الحركة نص ثانية. ريم ركزت وقالت: يمكن مؤثر بصري. لكن بعد شوية البنت في المراية ما كانتش بتتحرك زي اللي في الفيديو، كانت بتبص على ريم مباشرة، وعينيها بدأت تفتح أكتر وأكتر لحد ما سواد عينيها غطى كل البياض. ريم قفلت الفيديو بسرعة، بس الموبايل ما استجابش. فضلت الشاشة سوداء وبعدين ظهر جملة بخط أبيض: تم الاتصال بالكاميرا الأمامية. الموبايل اشتغل لوحده، الكاميرا فتحت، ريم شافت نفسها، بس الصورة كانت مظلمة شوية، كأن النور جاي من مكان تاني. وفجأة انعكاسها في الشاشة ابتسم وهي ما ابتسمتش. رجعت لورا بخوف، وقع الموبايل على الأرض وبدأ يسجل صوت ضحكة نفس الضحكة اللي الكل سمعها قبل كده. تاني يوم أهل ريم بلغوا إنها اختفت، وسابوا الموبايل مفتوح على آخر فيديو مسجل. اسم الملف Mirror File MP4، بس المرة دي مدته أطول. وفي آخر ثانية من الفيديو ظهر ورا ريم شخص بيبص في الكاميرا وقال بصوت خافت جدا: دلوقتي دورك أنت. والغريب إن أي حد بيشوف الفيديو بعد كده بيقول إنه بيسمع صوته هو نفسه بيتسجل في الخلفية، حتى لو المايك مقفول.